أهلا بحضراتكم في سلسلة حلقات مستشارك العقاري KHL من أرض الواقع. كنا معاكم على مدار سنة لمتابعة آخر الإنشاءات في القطاع التجاري والإداري والسكني ومحاكاة من أرض الواقع ومشاكل الطرح الأول وتأخيرات المطورين. هنبتدي النهاردة حلقات عن التشغيل في العاصمة الإدارية الجديدة بعد مرور أكتر من 6 سنوات عن بداية فكرة العاصمة الإدارية الجديدة. مدينة متصلة بأحدث شبكة طرق تمتد لأكثر من 600 كيلومتر من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من قلب الحي الحكومي عند نقطة تجمع أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة. من أضخم مجمع عمراني في العالم، المجمع الاقتصادي الأكبر في الشرق الأوسط، منطقة هيدار منها اقتصاد الدولة المصرية بالكامل، مجمع البنوك بالحي المالي العاصمة الإدارية الجديدة. من أهم عوامل تشغيل ووجود حياة في أي مدينة جديدة هو وجود الخدمات. موجودين مع حضراتكم النهاردة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تحديداً الحي المالي أمام مشروع جراند سكوير. من مدينة الفن والإبداع والتراث المصري الأصيل، احنا معاكم من داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبالأخص فندق الماسة خلف مدينة الثقافة والفنون. مدينة للسكن والحياة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني التالي. من أرض الواقع بننقل لحضراتكم صورة من العمار وسط أكبر كتلة سكانية ضخمة موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني التالي. مدينة خضراء، احنا النهاردة عند أكبر حدائق مركزية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وهو النهر الأخضر. بلادي عظيمة يا أم الدنيا والأوطان، يا ماضي بيبني مستقبل وأجمل من اللي عدى وكان، وراك رجال بعزمك باق وبولادك تملي يا بلدي محظوظ. هنوري حضراتكم آخر ما تم تشغيله في العاصمة الإدارية الجديدة. تابعونا خلال سلسلة حلقات مستشارك العقاري KHL.